شفت من سيلفي اللي عمري ما كنت أتخيله. عملت نفسي بوطي أجيب حاجة من على الأرض والروب اتفتح، وأول لما شاف قميصي الأحمر وقف وتهبل وكان هياكلني بعينيه الاتنين. أنا مدام ميادة، عندي 26 سنة، اتجوزت ومعايا بنت زي القمر. اتجوزت في بيت عيلة مكون من 4 رجالة، جوزي واخوات جوزي الرجالة التلاتة لسه محدش منهم اتجوز. عشت مع حماية وحماتي وناس مبسوطين جدا، وجوزي كمان كان ليه شغل يعني خاص، كان فاتح ورشة كبيرة، وكان دايما بيسافر بيجيب طلبات للورشة. قعدت معاه 4 سنين متجوز وخلفت منه بنتي، وفي يوم وهو رايح يجيب طلبات بضاعة للورشة عمل حادثة وتوفى. ما بقتش قادرة أعيش من غيره، كان كل حاجة إحنا بنعملها مع بعض، وعمره ما زعلني، عمره ما زعلني بأي حاجة، حتى لو كنا زعلانين مع بعض في يوم، يعني على حاجات بسيطة، ما كانش بيسيبني أنام وأنا زعلانة، كان لازم يصالحني ونقضي ليلة حلوة من بعض. ما قدرتش أعيش في البيت ولا في شقتي، قررت إني أنا أروح عند أهلي. طلبت من حماية وحماتي إنهم يدوني حقي وحاجتي اللي في الشقة وأروح أعيش عند أهلي أنا وبنتي. لقيتهم رفضوا وفضلوا يزعقوا ليا جامد، وقالوا لي لو انتي يعني عايزة تروحي عند أهلك سيبيلي لينا بنتنا هنا وإحنا هنربيها، هي دي اللي إحنا أصلا طلعنا بيها من الدنيا، وتبقى كمان من ريحة ابننا. انتي عايزة تاخديها وتروحي بيت أهلك وتربيها هناك، إحنا ما بنسيبش لينا لحمة، وإحنا اللي لازم نربيها. قلت لهم بس أنا ما أقدرش أعيش في بيت كله رجالة، أنا خايفة على نفسي من الفتنة، ودول شباب، وأنا أوعدكم إن أنا يعني مش هتجوز، أنا هعيش على ذكرى جوزي وبس، وهعيش مع أهلي وفي وسطهم. لقيتهم برضو رفضوا، قالوا لي لأ، إحنا أهلك، ولو مش عايزة يعني تعيشي معانا سيبي بنتنا وروحي انتي عند أهلك، يعني لو كنتي عايزة تتجوزي ولا تشوفي مصلحتك وسيبي بنتنا. وأنا طبعا ما أقدرش أسيب بنتي وأعيش بعيدة عنها، علشان كده قررت إن أنا أقعد معاهم وأعيش معاهم. بس بصراحة يعني كنت بنزل أخلص شغل بالنهار وأطلع جري على شقتي، وزي ما قلتلكم عايشة في بيت كله رجالة شباب، اللي طالع واللي نازل واللي داخل، وأنا مش عارفة استريح خالص. وفي يوم كده كنت رايحة عند أهلي، قعدت كام يوم كده ورجعت البيت، لقيت البيت كله متوتر وفيه قلق، ومش عارفة فيه إيه، ومحدش راضي يقولي، وكل لما أسأل حد محدش يقولي حاجة، ولا حتى حد عايز يطمني. وكنت كل شوية أقول لهم وأسألهم هو فيه إيه، يعني المشاكل دي بسبب إيه. وكل ما قابل سيلفي على السلم يبصلي كده من فوق لتحت، كأنه يعني قرفان مني. بس كان الأول بيتكلم معايا وكان بيعاملني كويس قوي، إنما دلوقتي بيتجنبني، وأي حاجة كان دايما بيزعقلي عليها ويعمل مشكلة معايا كبيرة قوي، مع إنها يعني بتبقى حاجات بسيطة. في إيه؟ أنا مش قادرة أفهم أي حاجة، ولا حد راضي يريحني، لحد لما في يوم كده خلاص فاض بيا، ولقيت